أحلى شيء طبخات آخر الليل. بسوي اليوم باستا سهلة ومرة لذيذة. قطعت بصل، طبعا عادي مو شرط أحطه بصل ولا دجاج ولا شيء. حطيت مع البصل ماجي، وحطيت بعدها الدجاج، وقطعته كده مربعات بس مو مرة صغيرة، كل واحد حسب ما يحب. وهنا حطيت على الدجاج بهارات إيطالية، حطيت فلفل أسود، حطيت بابريكا، حطيت ملح، حطيت بودرة ثوم، على حسب ما تحبوا. ممكن بس تستخدموا فلفل أسود وملح كفاية حسب ما تحبوا. هنا عصرت ليمون، وطبعا لازم ليمون زيادة، صراحة الليمون يحلي الأكل بشكل. استخدمت هذه الصلصة، صلصة المكرونة 3 أجبان، مرة حلوة، بس ممكن تحطوا أي نوع كمان. وحطيت فوقها كريمة عشان الصوص يصير بينك وتصير بينك باستا. طبعا أهم شي ملعقة جبنة كاسات، هذه الملعقة دايما بتدس بدون ما حد يدري يحطها لأنه ما حد يحبها، ما أعرف ليه. وهنا استخدمت جبنة بوك موزاريلا برضو، ترى أنا من عشاق بوك يعني، فكل أجباني من عندهم. شوفوا الصوص كيف صار، قوامه حلو وبنفس الوقت كده ثقيل شوية مع الجبنة. هنا حصفي الباستا وححطها فوق الصوص، وبكده المكرونة جاهزة. بس باقي آخر خطوة إننا نحطها بالفرن عشان الجبنة من فوق تسيح، وعشان يصير اسمها باستا القصدير. شوفوا بنات، هنا تجيبوا أي صينية تدخل الفرن، تحطوا القصدير من اليمين واليسار كأنه علامة زايد، وبعدها تحطوا فوق المكرونة وتحطوا فوقها الجبنة طبعا، وتقفلوا القصدير مرة كويس عشان كذا ينكتم، وتصير مع الحرارة ذوب الجبنة، مرة تطلع لكم الباستا لذيذة وحارة. أنا فتحت النار عليها من فوق ومن تحت، تقريبا حطيتها 7-8 دقايق لأنه الفرن حار. وشوفوا هذه الملعقة الكيوت اللي حغرف فيها الباستا، أشيائي كلها تضحك. شوفوا المنظر النهائي، أقسم بالله لذيذة بشكل مو عادي، تجنن تجنن زي حقة المطاعم، من جد المرة الطعم تحفة. وبالعافية عليكم، جربوها وصفات آخر الليل. ممكن تستغنوا عن البصل وعن الدجاج، تسووها بس بالصوصات والأجبان.